الايس كريم بتاعنا للجماعه السياح اللي جايين دول، فنعمل سمعه من بدري عشان لما نخش على التصدير مظبوط. اخش وانا صدري جامد. هو بالفعل حصل كده. النهارده يعني انا كان اول مجالاتي التوكيلات التجاريه. اول ما يعني اللي خلاني القلب يجمد في مجال الصناعه ان انت النهارده مهما اشتغلت في منتج، المنتج ده زايل بانتهائك في التعامل فيه. لكن النهارده لما بتعمل صناعه انت النهارده بتعمل شيء لابنك مستمر مدى الحياه. صح. بتبني اسم، هي التجاره تقوي القلب، بتقوي بس الصناعه استمراريه. مظبوط. والنهارده لما الواحد تفقد الشركات اللي هو كان واخد يعني توكيلاتها والصناعات بتاعكم ووصلوا يعني شاف ثمره النجاح، فيعني حب ان هو يعمل شيء. ولما حبيت اعمل الشيء ما اعملش شيء تقليدي عادي، شيء مش موجود، قليل وجوده في الصعيد. وشيء صعب ان النهارده المنافسه فيه صعب طبعا. صناعته محتاجه طاقه، تخزينه بطاقه طبعا، نقله بطاقه، طريقه عرضه في الماركت طاقه، كل شيء فيه مش بسهوله. وعندك منافسه من شركات عملاقه جايه من اوروبا. مظبوط. فالنهارده الشركات العملاقه دي كانت مستحوذه على السوق المصري. النهارده بسم الله ما شاء الله احنا في مصانع يعني زملاء، كل صناعه مصريه 100%. النهارده السوق ما بقيش مقفول لاستثمار معين، لا احنا داخل استثمار مصر. حتى الماكينات احنا النهارده الحمد لله كثره المصانع الايس كريم في مصر يرجع الفضل ان النهارده في مصانع بتعمل الماكينات الايس كريم اللي هي كنا بنستوردها بعمله صعبه بنعملها هنا. يعني في مصانع بتصنع المكنه اللي بيعمل شركه الشهباء، استثمار مصري سوري على ارض مصريه من ده. انا قلت مشروعي اللي جاي ان انا اعمل مصنع مكن ايس كريم. فادي لك بقى المكن من كده، لقيت ان في شركات منافسه مش هخش في المجال ده، بدور على حاجه مختلفه انا كده. فالنهارده يعني في حاجات سهلت عليك ان انت تعمل صناعه. وتاني شيء النهارده المؤسسه الدوله بتدعو الناس وكبرى الشركات ان هي تفتح صناعه في مصر. يبقى احنا اولى ان احنا نبص على بلدنا طبعا. يعني احنا النهارده كل الصناعات الثقيله وبتتعمل على ارض مصر، التكنولوجيا والاجهزه كله ده بيدعي ان النهارده اعمل على في بلدك في داخل الدوله. فاحنا اولى ان احنا النهارده ننمي ونبتدي احنا الاول. النهارده الصناعه يعني خلي الدول قائمه على الصناعه.